اتعرف عليك. عمر احمد عمر. يا عمر، بقى لو انت اتجوزت بقى وخيروك انك تختار ما بين اثنين، ركز معانا. تختار واحدة بقى 24 سنة وهتدلعك وحلوة بس فقيرة، واحدة عندها 90 سنة، هتعمل ايه؟ هتختار ايه؟ 24. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. خش في ال 24 على طول. احش حاجة مش هتجيب لك اي حاجة، فقيرة خالص. ليش هيدفع حاجة؟ فقيرة خالص، مش هتجيب لك لا ثلاجة ولا غسالة ولا اي حاجة. روق عليك يا ريس، 90 سنة هتموت بكرة ناقصة هي. يا راجل ليه كده؟ ده 90 سنة بقى معاها فلوس وهتدلع. فلوس كتير. خلاص نقسمهم بالنص. غيرت رأيك؟ طالما نقسموهم ملايين يعني ولا دولارات؟ ايوه ملايين. خلاص نخش في ال90. بنشكرك. 90 وبقى نتجوز 4 بعديها عادي. عرف عليك. احمد طلعت تمام. يا احمد، لو انت بقى اتجوزت وخيروك ما بين اثنين، واحدة حلوة وبيضة وعندها 24 سنة بس فقيرة معهاش فلوس، واحدة ثانية عندها 90 سنة، تختار ايه وما تضحكش يا احمد؟ اول واحدة. اول واحدة. انا ما اعرفش، انا لو اعرف اقول على طول. يا اول واحدة اللي معاه فلوس. انت بتتكلم جد؟ ثاني واحدة معاها تعرف عليك. اسمه كريم. يا كريم، بقى ان شاء الله يخطبوا لك وتتجوز، ان شاء الله هيخيروك ما بين اثنين، ماشي. واحدة عندها 24 سنة وحلوة وجميلة وفيها إمكانيات أرضية وجوية بس فقيرة ما حاش حاجة خالص لا تجيبها لك، واحدة عندها 90 سنة هتنغنغ، هتختار مين فيهم؟ اتجوز اللي عندها 90 سنة، بعد كده سنتين وتموت واتجوز. انت ما هو ده الحل الوحيد. الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق. ما انا قلت لك اتجوز اللي عندها 90 سنة. الله أكبر قال لك الله أكبر. بس 90 سنة بعد كده ابقى اتجوز اللي عندها. ما حاش إمكانيات، ما فيش حاجة إمكانيات. ورثت الثانية، هكون ورثت اللي عندها 90 سنة. يعني مش بتبص على الإمكانيات ولا حاجة وهتدلعك يا أحمد. ما هو كده عادي، ما انا ممكن اخد فلوس دي واتدلع براحتي. بنشكرك. الفيديو ده ل100,000 لايك. هنستناكم، تابعونا. تابعونا.